من ضمن عوامل الخطوره برضو لازم الناس تعرفها غير السمنه، غير العوامل الوراثيه، ممكن يكون انا عندي عدوى. وجود عدوى ده بيزود لي فرص حدوث الازمات، عدوى تنفسيه مثلا زي الانفلونزا. وجود الانفلونزا في مرضى الربو بيزود لي فرص ان انا تجيني ازمه اكتر، انها تطول معايا اكتر، ان انا احتاج اروح المستشفى، ان انا ممكن تحصل مضاعفات بعد الشر على اللي بيشوفونا كلهم، ممكن تيجي التهابات رئويه، ممكن التهابات شعبيه رئويه، ممكن تيجي ميه على الرئه، ممكن تيجي اي مشاكل فشل تنفسي. يبقى مع احترامنا للمصطلحات اللي انا هقولها، ممكن الوفيات تزيد مع مرضى الانفلونزا لو عندهم ربو، وممكن الوفيات تزيد لو مرضى الربو اما يجي لهم انفلونزا. واكثر الفئات تدخل المستشفيات في مرضى الانفلونزا هم بيبقوا مرضى الربو، وخاصة مع المسنين، خاصة مع الأطفال الصغار، خاصة مع الحوامل، خاصة مع ناقصي المناعة، خاصة مع المدخنين أو ذوي الأمراض المزمنة المهملة في العلاج. يعني مثلا حتى لو سكر واحنا مهملينه، ده هيخليه مناعته أقل، فبالتالي لو عنده حساسية كمان، لو وزنه زايد كمان، لو مناعته قليلة، ده هيخليه، ولو بيدخن بقى أسوأ، ده هيخليه عنده فرص أعلى لحدوث انتكاسات مع الأزمات